الراجل ده نام 500 سنة، ولما أصحى اكتشف إن الدنيا اتغيرت تماماً. المباني كانت واقفة بس بحبال، ولا حد كان مهتم بالكباري المكسورة. نزل الشارع وحاول يسأل الناس إيه اللي حصل، بس بدل ما يفهموه ناس منهم ابتدوا يهاجموه. عطش جداً فراح يشرب مية، لكن اللي نزل من الحنفية كان صودا خضراء. مسك جورنال، الجورنال بيقول إن السنة بقت 255. فكر إنه يروح المستشفى، لكن في الطريق البوليس وقفوا. ما كانش عنده باركود الهوية على إيده، علشان كده البوليس قبض عليه، اتحط في قفص وتاخد على المحكمة. بس القاضي كان غبي زيهم، من غير ما يسمع له القاضي حكم عليه بالذنب. الناس اللي في قاعة المحكمة ابتدوا يصفقوا كأنها حفلة، ولا حد عايز يسمع له. واحد من حراس السجن ركب له طوق في رقبته ووداه مبنى. قبل ما أي حد يدخل السجن لازم يعمل اختبار ذكاء. اتسأل سؤال واحد، لو داله فيه 2 جالون مية وداله تاني فيه 5 جالون مية، يبقى كام داله في المجموع؟ الإجابة هي 2. السؤال ده سهل جدا، وده بيوضح إن الناس بعد 500 سنة بقوا أغبى بكتير. هو الوحيد اللي جاوب الإجابة الصح. في أول يوم ليه في السجن عمل خطة قوية للهروب. قعد يعيط لحارس وقال له إن النهاردة يوم الإفراج عنه. الحارس صدقه فعلا، بس أول ما خرج بره اتقبض عليه تاني. المرة دي اتاخد قدام الرئيس. الرئيس اتفاجئ بذكائه فعينه سكرتير وزارة الداخلية. بقى شغله دلوقتي يعرف ليه الأراضي مش بتتزرع. استعد للمهمة دي. وصل للأراضي الزراعية، الرشاشات شغالة، بس بدل المية صودا هي اللي طالعة. عرف إن الناس فاكرة إن الصودا نظيفة وإن المية بس للحمامات، وده السبب إن الزرع مش بيطلع. مسك صودا في إيد ومية في الإيد التانية. كذب وقال إنه بيعرف يكلم النباتات، وابتدى يقول للناس النباتات بتقول إيه. النباتات بتقول إنها محتاجة مية. حيلته نفعت، الرئيس صدقه وأمر إن النظام كله يتحول من الصودا للمية. بس حتى بعد شهر الأرض فضلت بور. في يوم من الأيام الصبح آلاف الناس اتجمعوا قدام بيته علشان هو اللي اقترح استخدام المية في الزراعة. مبيعات الصودا وقعت، ملايين الناس فقدوا شغلهم. الكل ابتدى يلومه. كعقاب الرئيس بعته الحلبة، وكان لازم يحارب عربيتين كبار بأسلحة.